عمرك جربت تحس إنك منسي؟ واليوم اللي المفروض الناس تفتكره هو أكتر يوم حساك بالوحدة. أنا كنت فاكر كده لحد ما حصلت المفاجأة اللي قلبت اليوم كله رأسا على عقب. صحيت الصبح وقلت النهاردة لازم يكون يوم مميز، أصل النهاردة عيد ميلادي. نزلت أوصل أولادي المدرسة، محدش فيهم قال لي كل سنة وانت طيب، ولا حتى ابتسامة بسيطة. ضحكت في نفسي وقلت يمكن لسه نايمين. نص نص. وصلت الشغل، لقيت الدنيا عادية جدا، لا توارتة ولا حتى كلمة بسيطة. حتى أمي وأبويا كلموني الصبح كالمعتاد، وما فيش أي إشارة إنهم فاكرين النهاردة. ساعتها حسيت بثقل كده في صدري، قلت خلاص هو يوم عادي زي باقي الأيام. لكن اللي فاجئني إن السكرتيرة بتاعتي نرمين دخلت عليا المكتبة بابتسامة وقالت كل سنة وانت طيب يا فندم، وعزومة مني على العشاء بعد الشغل. الكلمة دي بس خلت اليوم ينور شوية. خلصنا الشغل وأنا في طريقي أغير هدومي، فكرت أجيب هدية رمزية أرد بيها جميلها. اشتريت عطر فخم ولفته كويس، وقلت في نفسي يمكن هي دي اللي كانت دايما شايفة تعبي. رجعت المكتب مستنيها تطلع من الحمام، وفجأة الباب اتفتح. بس اللي دخلوا مش نرمين، مراتي وعيالي داخلين شايلين بلالين وهدايا، وأمي وأبويا وراهم نرمين نفسها. الكل بيضحك وبيقول مفاجأة. طلعت إن نرمين هي اللي رتبت كل حاجة مع مراتي، واتفقت معاها تعمل تمثيلية العشاء عشان تشوف رد فعلي وتشوفني سعيد. وقتها فعلا دموعي نزلت، مش عشان المفاجأة بس، لكن عشان اكتشفت إن الحب مش بالكلام، الحب باللي بيعمله الناس عشان يسعدوك. احكي لي في الكومنتات أكتر مفاجأة حصلت لك في حياتك، ولو القصة لمستك اعمل لايك وشاركها مع حد نفسك تفرحه النهاردة.